علشان في سنة 1919 بعد ما يرجع من الحرب هتلر ينضم لحزب صغير جدا اسمه حزب العمال الألماني، والحزب ده كان عدد أفراده صغير جدا. هما كانوا كام عضو بيجوا يقعدوا على القهوة بعد ما بيخلصوا الشغل عشان يتكلموا ويتناقشوا في أسباب وقوع ألمانيا أو إيه السبب اللي وصل ألمانيا لكده. لكن لما دخل هتلر كل حاجة اتغيرت. هتلر استخدم موهبته في الخطابة وصوته العالي اللي كان بيهز المكان كله، اللي بالمناسبة كان عنده إصابة في الأحبال الصوتية بسبب تعرضه لغاز الخردل في الحرب العالمية الأولى. وده خلى الناس اللي شاركوا في الحرب العالمية الأولى يكون في بينهم وبين بعض تعاطف ناحية هتلر، لأنهم كانوا عارفين إن سبب صوته البايظ إن هو شارك في الحرب، وبدأ يكسب الناس بكلامه عن إحياء ألمانيا وإرجاع مجدها من تاني. وفي سنة 1920 الحزب اتغير اسمه رسميا للحزب النازي، وكان شعاره الصليب المعقوب اللي هيتعرف بعد كده لرمز للرعب النازي. وفي نوفمبر 1923 هتلر قرر ياخد خطوة مجنونة جدا، وقال خلاص الكلام ما عادش جايب همه، احنا هنستخدم القوة. وعمل انقلاب عسكري اتسمى بعد كده بانقلاب ميونخ. بس الانقلاب ده فشل، وفي خلال ساعات الشرطة الألمانية قبضت عليه واتحكم عليه ب5 سنين سجن، لكنه قعد في السجن 9 شهور بس. والفترة دي كانت كفاية علشان يألف كتابه اللي سماه بكفاحي، والكتاب ده هتلر شرح فكره كله فيه، زي كرهه لليهود واحتكاره للديمقراطية، ده غير إيمانه بتفوق العرق الآري وحلمه إنه يبني إمبراطورية ألمانية تسيطر على أوروبا كلها. وللأسف الكتاب ده بقى الإنجيل بتاع الحزب النازي في الفترة اللي بعدها. سنة 1924 هتلر أخيرا خرج من السجن، بس الدنيا ما كانتش في صفه قد كده.